ازيكم عاملين ايه؟ الاكله بتاع النهارده دي تقريبا محدش يعرفها غير انا وامي واصحابي، من كتر ما بيسالوني انا يعني بتاكلي ايه اقول لهم شطيطه. بحبها قوي قوي. هو في ناس بتقول شطيطه وناس بتقول مش هتشطه. جميله والله العظيم. هي يعني ايه، بتاكليها كمقبلات كده مع الاكل. بس انا بحبها لوحدها، يعني انا ممكن اعيش عليها كده. كلها شطة، يعني شطة في شطة. جميلة جدا، بتعتمد الناس بقى اللي بتحب الحاجة اللي سبايسي قوي لحد ما تطلعي نار من ودانك كده، هي دي. بس يا ستي، هي وتعتبر صحية على فكرة، الشطة مش مضرة ولا حاجة. التلاتة اربعة دول شكلها اللي انا شفتهم على النت، دي الطريقة بتاعتهم. بس والله يا ولاد طريقتي احلى كتير. هتقطعي بقى، طبعا مش هنقدر نقطع كله سبايسي خالص، فاحنا هنقطع فلفل، هي بتعتمد على الفلفل. فهنقطع فلفل كتير لان كل ده بيكش في الاخر. قطعيه مش حلقات، يعني انا نص حلقة ربع حلقة كده عشان تعرفي تغمسيه بسهولة يعني. وهحط حوالي 5 6 قرون كده، اللي هي الشطة المولعة دي، مولعة جدا يعني. زي ما قلت، اللي هو اي حد عنده قولون بقى، ضغط، الحاجات دي هيموت فيعملوا لي بلوك. بس فانا حطيت بصلتين، وحطيت حوالي 3 فصوص توم كده. مش عشان حاجة يعني، بيعلوا النكهة كده ويبقى قيمة غذائية، هنمشيها كده يعني. بس هما حلوين، او طب في يا ناس سيدي بتعملها بتوم شكرا بس. كفاية. انا هعملها بتوم وبصل. وطبعا عشان نبرد على قلبنا من النار دي هنحط طماطم. لان طبعا في ناس بتحط ما بتعملها برضو من غير كده. شفتهم من غير طماطم بتبقى مررة. فانا هحط طماطم ومش هضربها في الخلاط عشان ما تقلبش معايا على طبيخ ومسقعه والكلام ده، لا، عشان يكون طعمها مميز ومختلف. كده كده الطماطم دي هتستوي، وهيفضل منها بس يعني ايه، صوص بتاعها بس. ممكن تاكليها بقى مقبلات بقى جنب سمك، جنب اي حاجه، باميه، الحاجات الحرشه دي طعميه بتبقى حلوه قوي. حطيت ملح وفلفل اسود وشطه تاني وبابريكا. وزيت، وهحط خل كتير يعني. بصي اعتمدي بقى على الشطه والخل على قد ما تقدري. بصي تاكليها وتحسي ان انتي هتقومي تلطشي في اللي قدامك على طول. بس اهم حاجه تقلبي بقى كتير عشان خاطر كله يتبل من بعضه. كل اللي انتوا شايفينه مالي الحله ده هتلاقوه نص الحله، شفتيه في اول الفيديو. بس حلوه قوي يعني. انا ممكن، هي صحيه، هي كلها خضروات وحاجات وما فيهاش غير شويه زيت صغيرين، ممكن تستغني عنهم كمان. انا لقيتها بس محتاجه شويه ملح وكترت خل تاني. ما ينفعش تعمليها من غير خل، اولا لو هتشيلي الخل او الشطه ما تعملهاش خالص. بس وحلوة قوي قوي يعني. هو انا شايفة ان المشكلة بتاعتها بس في كمية العيش اللي انا باكلها معاه، يعني ممكن اكل لي 10 ترغيفة كده. بس تعتبر صحية ان هي ما فيهاش غير خضروات بس. حلوة بجد، لازم تجربوها. ولو جربتيها وعجبتك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. وبألف هنا وشفا، باي.